سلام صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رجعت لكم بوصفة جديدة. بهالفيديو هاد رح نعمل مع بعض بسكويت. الصراحة على طريقتي، الطريقة ما مأخوذة من أي حدا تاني يعني. بالبداية بطاسة حطيت 250 غرام من الزبدة، كنت تركتها قبل بيوم بالمطبخ، وضفت عليها كاسة شاي من زيت النباتي، بالإضافة ل3 من صفار البيض وكاسة من سكر البودرة. ورح ضيف عليهم كمان ظرف فانيليا وظرف بيكنج باودر ومعلقة شاي صغيرة من القرفة، بالإضافة لكاسة من النشا، ورح أخلطهم منيح مع بعضهم. بعد ما هيك خلطتهم هلا رح ضيف الطحين. بالنسبة للطحين أول شي ضفت 3 كاسات، ولميت هيك الخليط يعني العجين على بعضه. بعدين شفته اني بيحتاج لكاسة رابعة، فمجموع الطحين كان عندي 4 كاسات بالإضافة لكاسة نشا. بعدين قسمت الخليط لنصين. هلا نص حطيت فيه كاسة من الشوكولا الحبيبات، هيك حبيت اعمله، والنص الثاني ضفت له مقدار معلقتين من الطحين ومع معلقة صغيرة من القرفة، حبيت ان تكون مع هيك طعمة القرفة ظاهرة فيه اكتر. هلا هون انا القسم اللي حطيت فيه بس قرفة لفيته على شكل الرول، حطيته بالفريزر، قلت هيك بسهل علي التقطيع، يعني بساويه اني كله بحجم واحد، يعني رح يكون متساوي. وقطعته مثل ما شايفين هيك. فيكن اكيد تشكلون على ايدكم شلون بتحبوا وشلون بتريدوا، فقلت خليني انا اجرب هاي المره انه تكون هيك. حطيتهم بصينيه فرن يعني بصينيه، ودخلتهم على الفرن، كنت مشغلته تقريبا قبل ب5 دقائق. الفرن على درجه حراره 180، اخذ معي شي ربع ساعه. هلا اكيد الفرن بيختلف من بيت لبيت، يعني على قولة وحده بتابعه انا مالي علاقه، كل وحده على حسب فرنه، يعني لازم يكون في مراقبة. وبالنسبة للي كان فيهم حبيبات هيك شكلتهم أنا على إيدي، وصار هيك منظرهم مثل منظر الكوكيز يعني للصراحة. وبعدين بعد ما طلعتهم من الفرن بتركهم يبردوا شوي، وبصيروا جاهزات هيك للتقديم. يعني كانوا كتير هيك طيبات، في لهم هيك قرشة، حبيت اني شوي يكون فيهم قساوة لاني اسمهم بالاخير بسكويت، ما راح يكونوا طرايا مثل البيتي فور او مثل الغريبة. ولهون بتكون تقريبا الوصفة انتهت. بتمنى تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. لا تنسوني من دعمكم لإلي لو بلايك صغير، واذا بتحبوا هيك اني اصور غير وصفات يعني انتو رايدين اني انا اعملها، اكتبولي تحت بالتعليقات. وتضلوا بألف خير يا رب. اشوفكم على خير بفيديوهات جديدة. سلام.